كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن نظرية الاتجاه العقلاني الانفعالي بتاعت ألبرت إليس. أليس قال إن اللي بيتحكم في الاستجابة ليس المثير ولكن طريقة إدراكنا وتفسيرنا للمثير ده، وقلنا علشان تعيش سعيد ومبسوط يبقى لازم تتحكم في تفسيرك وإدراكك بالشكل الإيجابي وليس بالشكل السلبي، علشان تشوف كل حاجة من حواليك إيجابية وليس سلبية، فبالتالي تتحكم وتسيطر على مشاعرك ومفيش حاجة تضايقك. طيب نعمل ده ازاي؟ أليس وضح لنا الموضوع ده في 3 تقنيات: تقنيات معرفية وتقنيات سلوكية وتقنيات انفعالية. أول خطوة وهي التقنيات المعرفية، إن أنت بتبدأ تتناقش مع أفكارك. الموقف اللي أنت حصل لك ده تبدأ تسأل نفسك وتفسر الموقف بكذا اتجاه وتشوف أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية في نظرتك للموقف ده، وتبدأ تحاول تقلل من الأفكار السلبية اللي أنت بتجيلك دي. وركز، أنت بتقلل من الأفكار السلبية وليس ذاتك، انت بتقلل من الافكار السلبيه ونظرتك وليس ذاتك، وتبدا تحاول تعدلها. وده ياخدنا النقطه الثانيه، ان انت بتعمل على عمليه ابدال حقن، بتبدا تستبدل الافكار السلبيه والسوداويه دي بافكار تانية ايجابيه. ازاي بقى؟ ان انت تحاول تتكلم مع نفسك، مثلا الافكار السلبيه 1 2 3 4 تبدا تحاول تفسرها وتبدا تشوفها بشكل ايجابي، وتبدا تزرع مكانها افكار تانية ايجابيه. وده هيساعدك مع الوقت ان انت تفكيرك يبقى تفكير ايجابي وليس تفكير سلبي.